بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا في الفيديو، اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة. هنتكلم النهاردة عن أماكن بيع وشراء العملات القديمة. الأماكن اللي بيتباع فيها العملات القديمة، لو أنت معاك عملات قديمة زي اللي قدامك دي، أيا كان بقى العملات اللي معاك، هقول لك على مكان البيع دلوقتي اللي تقدر تبيع فيه العملات القديمة اللي معاك. بس المهم قبل ما اقول لك على المكان، لازم قبل ما تروح المكان ده تبقى معاك حاجة نادرة، حاجة الناس طلباها، حاجة لها قيمتها، وحاجة تكون حالتها كويسة، أنصر يعني. أول حاجة في الأماكن اللي هي الأسواق اللي بتبقى موجودة في المحافظات، زي مثلا في القاهرة مثلا سوق ديانة ده أكبر سوق للعملات القديمة في جمهورية مصر العربية كلها. ده أكبر سوق للعملات القديمة في جمهورية مصر العربية. ده بيبقى كل يوم سبت من كل أسبوع، من 9 صباحا ل6 مساء. كل يوم سبت من 9 صباحا ل6 مساء. وده أكبر سوق للعملات في مصر. فيه ناس خبرة كتير هناك، وناس فاهمة، وناس شغلتها. فده نمرة واحد، سوق ديانة ده. في اسكندرية، في محطة مصر، في شارع خالد بن الوليد، في المنصورة مثلا سوق اسمه سوق الشيخ حسنين، ده في المنصورة. ده برضه سوق كبير برضه للعملات القديمة. يبقى احنا كده عرفنا الأسواق. في العتبة، وفي خان الخليلي. كده احنا عرفنا الأسواق. تاني شيء بقى غير الأسواق، جروبات الفيسبوك. بتخش انت تنضم لأي جروب من جروبات، هتكتب في البحث كده عملات قديمة، هيظهر لك 3000 جروب. خش أي جروب واعرض العملة اللي معاك فيه. والبيع والشراء على الجروبات كتير برضو. البيع والشراء على الجروبات كتير. تالت حاجة المواقع زي ايباي وامازون واوليكس وعلي بابا والكلام ده كله. دي برضو مواقع بتقدر تبيع من عليها العملة اللي معاك. بس المهم قبل ما تبيع العملة اللي معاك لازم تبقى انت فاهم ايه اللي معاك وليه سعر ولا مليش سعر. العملة اللي معاك دي تتباع ولا ما تتباعش. حاجة مثلا زي كده، مثلا قديمة أوي كده زي كده، مثلا هتتباع وكل حاجة، بس هيبقى سعرها قليل. العملة اللي معاك لازم تكون حالتها زي كده، مثلا زي حالة الورقة اللي قدامك دي. شايف الورقة؟ حاجة أنصر يعني زيرو. حاجة اللي زي دي بتتباع وبيبقى سعرها غالي عشان حالتها بتبقى أنصر جديدة. حاجة اللي زي كده طبعا سعرها بيقل عشان قديمة تعبانة. فقبل ما تبيع الحاجة لازم تبقى انت عارف الحاجة اللي معاك دي لها سعر ولا ملهاش سعر، قبل ما تبيع وقبل ما تشتري من على الجروبات او تروح الاسواق والكلام ده كله. شوف الفيديوهات في اي مكان يعجبك، اتفرج على الفيديوهات واعرف العملة اللي معاك لها سعر ولا ملهاش سعر قبل ما تبيع. لازم تفهم الاول العملة اللي معاك في حدود كام قبل ما تبيع. كده احنا عرفنا ايه الاماكن بتاع البيع والشراء للعملات. ما تنسناش في اللايك والاشتراك في القناة
وانتظرونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.